هو انا لو بدأت دلوقتي هلحق؟ هو لسه في وقت ان انا ابدأ واقدر اكمل؟ نزلت لينك الصراحة امبارح، وكان دي كل الاسئلة او يعتبر بنسبة 75% من الاسئلة كانت كده. هو لسه في وقت لبعدين؟ انا مش عارفة انا هوصل لحلمي ولا لا، انا مش عارف هكمل ولا لا. دي اغلب الاسئلة اصلا اللي بتدور في عقولكم دلوقتي في الفترة دي بالذات. بس قبل اي حاجة متنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تدعي لكل الناس اللي هتظهر دلوقتي قدامك عشان ربنا يوفقهم ويكبر بخاطرهم ويفرحهم ويفرح قلوبهم ويفرحكم انتوا كمان باذن الله، وتحققوا احلامكم وتدخلوا الكليات اللي انتوا نفسكم فيها باذن الله. ان انتوا لسه معاكوا وقت ان انتوا تقدروا. هو لما المنهج 3 مرات في شهر كامل، انتوا متخيلين ان هو كان بيلعب طول السنة وجي في اخر فترة قدر يلم المنهج؟ مكانش يعرف حاجة عنه. طب انت بقى مجرد انك سامع من مستر معين او سامع درس معين او سمعت على المنصة حاجة معينة، فانت واخد فكرة انت مش هتبقى زيه، او حتى لو زيه فانت هتقدر توصل. يعني ده واحد طلع الاول على الجمهورية بنسبة 100%، يعني يوم ما تقف معاك هتجيب 97% لو انت مشيت صح. تقولي في اخر 10 ايام؟ هو في حاجة بعيدة عن ربنا؟ عارفة ان ناس كتير هتستغرب كلامي وتقولي انتي بتقولي كده علشان تلمي مشاهدات ومش عارف ايه. عايزة اقولك حاجة، مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. انا مش عالمة الغيب علشان اعرف الحاجة اللي بعد كده، ولا انت عارف ولا اي حد عارف، ولا حساباتك ولا حساباتي ولا حسابات اي حد. هي دي اللي ربنا بيختار بيها. طب معنى كده ان انت لو بدأت دلوقتي هتقدر توصل وهتقدر تجيب حاجة كويسة؟ طب ازاي هبدأ وانا اصلا ما عنديش شغف، ما عنديش قبول، حاسة ان انا مفيش وقت، حتى لو بدأت انا مش هجيب؟ عايزة اقولك ان انت لو بدأت هتوصل وهتجيب، مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. وبرضو قال تعالى إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ربنا ما بيضيعش تعب حد، مهما تتعب هتلاقي. لو تعبت ساعة واحدة هتلاقي مقابل الساعة دي، تعبت ساعتين هتلاقي مقابل الساعتين ده. مقابل كل حاجة أو كل خطوة بتعملها انت بتاخد الثواب بتاعها أو العقاب بتاعها، سواء كانت الحاجة دي لوجه الله أو الحاجة دي مش لوجه الله. فما بالك المذاكرة وأصلا طلب العلم ده بتاخد عليه ثواب، فانت ما بالك بقى الثواب أصلا في العامة عامل ازاي؟ اتعب علشان تلاقي، اتعب علشان هتلاقي بعدين. هتعب دلوقتي هلاقي ايه؟ ده معادش وقت. في وقت، قوم حالا. في وقت، في وقت ان انت تقدر تكمل، في وقت ان انت تقدر تجيب. ما تستسلمش، خليك بقى على الاقل ال10 ايام دول بص لقدام. يعني خلاص هي كلها شهر والدنيا دي كلها تنفض وثانوية عامة هتخلص. عايزة تخلص وانت بتخلص منها وخلاص خلصت وجبت نتيجة كويسة تشرفك، ولا عايزها تخلص وانت بتعيدها من اول وجديد؟ عايزها تخلص وانت سايب مواد ما قدرتش ان انت تدخلها علشان ما كنتش مذاكرها كفاية؟ انت عايزها تخلص وهي ايه؟ عايز تعيد الضغط اللي عشته الفترة اللي فاتت؟ حتى لو كنت بتلعب فانت كنت عايش في ضغط، كان كل عقلك مشغول ان انت في ثانوية عامة. بلعب وبروح وباجي، بس برضو انت مشغول بان انت في ثانوية عامة، يعني ما كنتش بيس تماما. فاتعب ال10 ايام دول، انت اولى بيهم. على الاقل اعمل حاجة بقى. الطريقة التانية اللي انا اتكلمت عنها وقلت ان انا هبدل كامب الانقاذ بالطريقة دي، والطريقة دي هتكون ناجحة كتير جدا عن كامب الانقاذ، حتى لان كامب الانقاذ كان فيه ضغط شويتين على كل اللي كان بدأ بيه. كان شايف ان المواد صعبة ما كانش قادر. في ناس كانت مكملة بيه وبتسألنا عليه، انا ممكن ادوركم معايا تماما، هو اصلا خلصان. لكن في ناس انا وقفته علشان محدش يحس باحباط وعلشان كله يبقى زي بعضه. الطريقه التانية دي هتبقى عامله ازاي؟ انت كل يوم الساعه 4 الصبح هتقولي طب انا بذاكر بالليل. لا، ده انت اصلا المفروض هتظبط نومك. ده انا لسه في حاجات كده هقولها لك ازاي تستعد للامتحان، من ضمنها ان انت تظبط نومك وتحاول تعدله. حتى لو انت مذاكرتك بالليل، مذاكرتك لازم تكون الصبح، لان امتحانك الصبح، امتحانك مش بالليل. فعلشان تقدر تكون مركز الصبح في الامتحان لازم تكون مظبط نومك. طب هعمل ايه؟ الطريقة دي هتبدأ من الساعة 4 الفجر للساعة 12 بالليل. هذاكر كل ده؟ هتذاكر كل ده. انت الساعة 4 ل5 هتبعتلي واحد انا هذاكر كذا وكذا 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 وكذا.
كذا وكذا دول هيبقوا كتير؟ لا مش هيبقوا كتير. هتبقى محدد مادة معينة، يعني نفترض مثلا فيزياء، انا هذاكر الفصل الاول فيزياء النهاردة، هحل عليه من كتاب كذا وكتاب كذا. انت اللي بتحدد لنفسك مش انا اللي بحدد لك، علشان تقدر تشوف انت مناسب ليك ايه. طب انا كسلمى هاجي مثلا احدد لنفسي حاجة معينة او حاجة بسيطة علشان ده اللي انا هقدر عليه او ده اللي انا هقدر المه الفترة دي. عايزة اقولك حاجة، ان لو انت عملت كده اعرف ان انت اللي بتضيع نفسك. انا سبتها لك مفتوحة بس مستنية منك نتيجة. انا هستنى في الجروب ده من كل اللي فيه انا مذاكر كذا وكذا وكذا وكذا، يعني هبقى مستنية منك النقطة دي. طب ابدأ بالفيزياء واذاكر الفيزياء الفترة دي؟ الفيزياء انت معاك ليها اسبوع قبل العيد، فده كفيل جدا ان انت تقدر تلمه فيه. على فكرة ده انت لو خدت فصل اول مع فصل خامس زي ما انا كنت نزلت الفيديو قبل كده وهحط لكم اللينك بتاعه، تقدر تلم الفيزياء في الاسبوع اللي قبل العيد، يعني هيبقى كفيل جدا ان انت تقدر تلمها. طب ابدا بايه؟ المواد اللي قبلها ايام صغيره، يعني الماده اللي انت مش تقدر تلم فيها خالص في الفتره دي. طب العربي يفضل ان انت تبدا من دلوقتي. العربي ما عادش عليه الوقت. هتقولي طب كله بيقول اخر اسبوع قبل الامتحان، ده لسه الاسبوع الجاي كمان قبل الامتحان. لا، انت خلاص العربي ما عادش عليه وقت. ابدا عربي من دلوقتي علشان انت اولى بالوقت ده. الاسبوع الجاي كفيل جدا ان انت تقدر تلم فيه وان انت تقدر تنجز فيه لو انت عندك نية لده. لو عندك نية ان انت تقدر توصل والله هتوصل. في ناس كتير ما كانش يتوقع ان هي يجي منها اصلا تجيب مجموع طلعت اوائل جمهورية. فانت في ايدك، في ايدك ان انت توصل، في ايدك حلمك وفرحة اهلك. تخيل بقى لما انت كده تضيع حلمك من ايدك وتكسر فرحتهم، انت اللي هتبقى شايل الذنب، انت اللي هتندم بعدين، انت اللي هتبقى شايل الذنب ده بعدين. اهلك مش هيزعلوا، يعني حتى لو زعلوا خلاص الفترة دي شهر 2 3، بعد كده انت اللي هتبني مستقبلك وهتبني بيتك وهتبني حياتك، فانت اللي هتزعل. انت وهتقول يا ريتني بدأت، يا ريتني انجزت على الاقل حاجة بسيطة، يا ريتني عملت حاجة لمستقبلي. فخلاص كده احنا اتفقنا على كل حاجة. اتفقنا ان انت اللي هتقدر، انت اللي هتوصل، انت اللي هتحقق. فالكامب الجديد ده كل اللي عايز يكون فيه يكتب لي تحت في الكومنتات. كل اللي معايا في الكامب هناك انا هحط لكم اللينك هناك كمان ان انتوا تدخلوا الكامب. وكل مواقع التواصل بتاعتي بسيبها في الديسكريبشن بوكس تحت. ففي ناس كتير عارفه ان هي بعتت لي انستا وان هي ما قدرتش توصل لي. لا انا برد بس العدد رهيب جدا، فانا برد على حسب. بس برضو بعتلي، ولو انا ما ردتش عليك ابعتلي تاني علشان المسج بتاعتك تظهر فوق قدامي لو الحاجه مهمه جدا ان انا لازم ارد عليها دلوقتي. او ممكن تبعتلي على صراحه عادي جدا وهشوف المسج وهنزلها في الكامب هناك. كده كده انا سايبالكم اللينك تحت، فانت ممكن تشوف المسج عادي جدا بكل بساطه هناك علشان تعرف الدنيا. كمان الكامب ببقى متابعة فيه اكتر، بس برضو هنزل لكم كل حاجة هنا علشان الناس اللي ماسحة كل الابليكيشن بتاع السوشيال ميديا برضو تقدر ان هي تتكلم معايا. كده خلاص الدنيا وضحت قدامكم، وضح كل حاجة، وضح كامب الانقاذ رقم 2. لازم تلموا بيه بقى لان معادش وقت ان انا اقدر ابدله لكم بحاجة تالتة. كل حاجة خلاص كده اترتبت، كل حاجة اتحطت، النقط اتحطت على الحروف بمعنى اصح. كمان في مفاجأة حلوة جدا الناس اللي معايا في الكامب عرفتها امبارح، ان انا ان شاء الله هعمل لكم زي حاجة كده، زي كامب بسيط كده هيبقى فيه لم المنهج بتاع الفيزياء كله، سوري الانجليزي كله. بعد ما تمتحن الفيزياء، خلاص هتمتحن الفيزياء يوم 2/7 على ما اعتقد، بعده لحد 6/7 هلملك الفيزياء كلها. الناس اللي عايزة تكون معايا برضو في الكامب ده تكتب تحت في الكومنتات علشان هبقى اخدها معايا هناك. وعرف صاحبك برضو، مفيش اي مشكلة حتى لو هو مش معايا في الكامب مش بيشوف هنا، يعرفني برضو تحت في الكومنتات علشان انا هسيب لكم اللينك علشان هيبقى معايا عدد محدد، مش هقدر اخد اكتر منه ولا هقدر اعمل اكتر من مجموعة. هي هتبقى مجموعة واحدة كله هيبقى فيها بإذن الله. يلا زي ما تعودنا انزل اكتب الدعوة بتاعتك تحت في الكومنتات، لان في ناس بتدعيلكم وناس كتيرة متابعة الكومنتات، في ناس بتدعيلكم من اماكن كتيرة جدا، وفي ناس مقيمة في السعودية بتدعيلكم ومتابعة الكومنتات هنا. وكل يوم بتبعتلي فيديو هبقى انزل لكم لقطات بسيطة منهم كده ان انتوا بيدعالكم بكل اساميكم، اسم بيدعاله. علشان كده دايما بقول لكم ان انتوا تكتبوا اسماءكم في الكومنتات ذات نفسها، ما تكتبش الدعوة بتاعتك بس علشان تدعيلك باسمك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.